انسى هرم خوفو وانسى كل الانبهار اللي بتحسه لما تقف قدام أبو الهول. تخيل معايا إن في مبنى فرعوني تاني، مبنى مرعب ومعقد هندسياً لدرجة إن المؤرخين القدام لما شافوه بعينيهم قالوا بالحرف الأهرامات دي لعب عيال جنبه. الكارثة مش إن المبنى ده أضخم وأعقد من الأهرامات الثلاثة متجمعين، الكارثة إنه مختفي بالكامل تحت الأرض في مصر، ولما أجهزة الرادار الحديثة كشفت مكانه الحقيقي صدرت أوامر عليا بوقف الحفر فوراً وقفلوا على السر بالضبة والمفتاح. النهاردة هنفتح أخطر ملف أثري ما بيحبوش يتكلموا عنه، المتاهة المفقودة أو لابرنث الهوارة، المدينة السرية اللي مدفون تحتها أسرار الفراعنة الحقيقية وربما تكنولوجيا العالم القديم. جهز كوباية الشاي التقيلة وركز معايا عشان هننزل تحت الأرض. عشان ما نفتكرش إن القصة دي مجرد أسطورة أو خيال علمي، إحنا هنبدأ بأدلة مادية وشهادات من ناس شافوا المبنى ده ومشيوا جواه. هنبدأ بأهم واحد، المؤرخ اليوناني العظيم هيرودوت اللي العالم كله بيسميه أبو التاريخ. الراجل ده زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، يعني في وقت كانت لسه في آثار فرعونية كتير سليمة وكانت المتاهة دي شغالة وموجودة. هيرودوت لما رجع بلده مسك الورقة والقلم وكتب في مذكراته تحديداً في الكتاب الثاني من تاريخه تفاصيل بتخلي العقل يشت. كتب عن مبنى شافه في منطقة الفيوم، يعني عند هرم هوارة حالياً. المبنى ده خلاه يفقد النطق من الصدمة. كتب بالنص: لقد رأيت هذا المبنى بعيني، إنه يفوق الوصف. لو جمعنا كل أسوار اليونان ومبانيها العظيمة فلن تساوي شيئاً أمام هذه المتاهة. هيرودوت ما كانش بيطبل للفراعنة ولا بيبالغ، ده كان منبهر لدرجة إنه قارن المتاهة دي بالهرم الأكبر شخصياً، وقال بوضوح إن المتاهة دي تتفوق على الأهرامات نفسها في العظمة والتعقيد الهندسي. انت متخيل الرعب؟ مبنى واحد بيخلي هرم خوفو اللي هو من عجائب الدنيا السبعة اللي العالم كله بيسجد لعظمته يبان كأنه بناء تقليدي وبسيط جنبه. الموضوع ما اقتصرش على هيرودوت بس، عشان لو حد قالك ده كان بيخرف. بعده بقرون جه الجغرافي الشهير سترابو والمؤرخ ديوديوس والمؤرخ الروماني بليني الأكبر، كلهم دخلوا المتاهة دي وكتبوا عنها نفس الوصف المرعب. سترابو وصف إن السقوف بتاعتها كانت معجزة هندسية، عبارة عن ألواح حجرية عملاقة مسطحة مفيش فيها أي فواصل. أما بليني الأكبر فكتب تفصيلة مرعبة، قال إن المكان من جوه ضلمة ومخيف، وإنك بمجرد ما تفتح الأبواب الحجرية الضخمة للمتاهة بيطلع صوت مفزع بيشبه رعد السماء بيرج المكان كله من تقل الحجارة وهندسة الصوت جوه. إحنا بنتكلم عن مبنى مساحته متقدرة إنها أكبر من معابد الكرنك والأقصر متجمعين، مبنى متغطي بالكامل بسقف من الحجر الجيري العملاق، ومساحته بتغطي منطقة بحالها وتكفي لبناء عشرات الملاعب الرياضية. وهنا بيجي السؤال اللي بيخلي علماء الآثار يتهربوا من الإجابة: إزاي مبنى بالحجم المرعب ده، مبنى شافوه 4 من أعظم مؤرخي التاريخ القديم، فجأة يتبخر من على وش الأرض ومحدش يلاقي له أثر؟ هل الفراعنة فككوه حجر حجر، ولا الأرض انشقت وابتلعته عشان تخفي السر اللي جواه للأسفل؟ لو فاكر إن تعقيد الهرم الأكبر من جوه حاجة توقف العقل، فتعال أخدك في جولة جوه الرسم الهندسي للابرنث الهوارة اللي المؤرخين وصفوه. إحنا مش قدام معبد فيه صالة أعمدة وقدس أقداس وتخلص القصة، إحنا قدام متاهة حقيقية متصممة خصيصاً عشان تتوهك وتلخبط حواسك، وربما تقضي عليك لو دخلت من غير مرشد. التصميم اللي وصفه هيرودوت والعلماء اللي بعده كان عبارة عن مجمع خرافي متكون من 3000 غرفة كاملة متقسمين بالعدل، 1500 غرفة فوق سطح الأرض و1500 غرفة تانية مدفونين تحت الأرض في ظلام دامس. فوق الأرض كان فيه 12 ساحة ضخمة جدا، الساحات دي متقابلة، 6 بيبصوا ناحية الشمال و6 ناحية الجنوب، وكلهم محاطين بسور واحد عملاق بيعزل المجمع ده عن العالم الخارجي. عشان تنتقل من ساحة للتانية أو من قاعة للتانية انت ما بتمشيش في طرقة مستقيمة، دي كانت شبكة مجنونة من الممرات الملتوية، ممرات بتضيق فجأة وسلائم بتنزل وتطلع بيك من غير هدف واضح، وأبواب حجرية تفتحها تلاقي وراها حيطة سد فولس دورز، وغرف بتدخلك في دوامة ما بتنتهيش من الغرف التانية اللي شبهها بالظبط.
التصميم ده ما كانش عشوائي، ده كان فخ هندسي متصمم بدقة عشان لو أي حرامي أو متسلل فكر يدخل يسرق حاجة هيتوه في غابة الحجر دي ويموت من الجوع والعطش جوه المتاهة من غير ما يشوف نور الشمس تاني. بس الجزء الأكثر رعباً وغموضاً ما كانش فوق الأرض، الرعب الحقيقي كان في 1500 غرفة اللي تحت الأرض. هيرودوت لما زار المتاهة الكهنة المصريين سمحوا له يتجول في الغرف اللي فوق براحته، بس لما جه يقرب من السلالم اللي بتنزل للعالم السفلي الكهنة وقفوه كحائط صد ومنعوه منعا باتا إنه ينزل سلمة واحدة لتحت. ولما سألهم إيه اللي مستخبي تحت في الضلمة دي الإجابة كانت غامضة ومقتضبة، دي مقابر الملوك الأوائل اللي بنوا المتاهة ومقابر التماسيح المقدسة، ومحرم على أي عين بشرية غيرنا إنها تشوفها. من اللحظة دي 1500 غرفة السفلية بقوا هم الكنز المفقود والصندوق الأسود للحضارة المصرية. الكهنة كانوا بيحرسوا المكان ده باستماتة مش طبيعية، والمنع القاطع ده خلى الباحثين وأصحاب نظريات المؤامرة في العصر الحديث يسألوا نفسهم: هل يعقل إن 1500 غرفة تحت الأرض بالمساحة المرعبة دي مبنيين بس عشان يدفنوا فيهم شوية تماسيح وملوك؟ ولا الكهنة كانوا بيخافوا حاجة تانية خالص تحت الأرض؟ حاجة لو هيرودوت أو غيره شافها كانت هتغير مفهومنا عن الفراعنة وتكنولوجيا العالم القديم للأبد. لو الكهنة المصريين كانوا خايفين على شوية ذهب ومومياوات لتماسيح ما كانوش هيبنوا فخ هندسي معقد فيه 1500 غرفة سفلية عشان يخفوهم. الفراعنة كانوا بيبنوا مقابرهم في الجبال عشان تحميها، مش بيبنوا مدينة كاملة تحت الأرض. من هنا أصحاب نظريات المؤامرة وعلماء الآثار المحرمة فتحوا الباب لأخطر التكهنات. إيه اللي الفراعنة مرعوبين إن العالم الخارجي يشوفه؟ الإجابة اللي بتتردد في الغرف المغلقة بتقول إن الغرف السفلية دي مش مقابر، دي قاعة السجلات العظمى Hall of Records. النظرية دي بتفترض إن الفراعنة نفسهم ما كانوش هم أصحاب المعرفة دي، وإنما هم ورثوها من حضارة أقدم وأعظم، حضارة قارة أتلانتس المفقودة. الأسطورة بتقول إن لما أتلانتس اتدمرت وغرقت بسبب كارثة كونية، الناجين منها واللي كانوا بيمتلكوا تكنولوجيا متطورة جدا تفوق عصرنا الحالي هربوا لمصر، ولعلمهم إن كارثة تانية ممكن تحصل قرروا يبنوا كبسولة زمنية عملاقة تحت الأرض ومحصنة بأطنان من الحجارة عشان يحفظوا فيها كل علومهم وتاريخهم. الكبسولة دي هي المتاهة المفقودة. احنا مش بنتكلم عن برديات بتشرح ازاي تزرع قمح أو تصطاد سمك، احنا بنتكلم عن مكتبة كونية متخزن فيها أسرار مرعبة. النظريات بتدعي إن الغرف دي مليانة بمخطوطات بتشرح تكنولوجيا الآلهة، إزاي كانوا بيولدوا طاقة كهرومغناطيسية لاسلكية زي اللي كان نيكولا تسلا بيحاول يعملها، أسرار انعدام الجاذبية والترددات الصوتية اللي بانوا بيها الأهرامات، خرائط فلكية دقيقة جدا بتشرح أصول البشر الحقيقية وهل ليهم علاقة بكائنات من بره الأرض، ومخطوطات بتوثق تاريخ البشرية قبل الطوفان العظيم. بمعنى أصح المتاهة دي هي النسخة الأصلية لتاريخ كوكب الأرض. الكهنة كانوا بيحرسوها لأنهم عارفين إن لو البشرية في العصور القديمة أو حتى الحديثة وصلت للتكنولوجيا دي العالم هيتدمر، لأن البشر مش مؤهلين لاستخدام القوة المطلقة دي. وعشان كده فضلوا يراوغوا ويخفوا مكان الغرف السفلية لحد ما الرمل طمر المكان كله والمياه الجوفية غطت المنطقة، والمتاهة اتحولت لأسطورة في كتب التاريخ، لحد ما جت سنة 2008 وحصلت الكارثة اللي خلت المخابرات العالمية وأجهزة الآثار تقف على رجل واحدة. عشان الحكاية ما تفضلش مجرد كلام في كتب التاريخ القديمة، وتعالى نضرب غطس في العصر الحديث، وتحديداً سنة 2008، السنة اللي غيرت مجرى تاريخ الآثار المحرمة في مصر. في بعثة علمية بلجيكية مصرية مشتركة اسمها بعثة المتاهة أو متاهة إكسبيديشن، قررت بتمويل دولي كبير وبأحدث تكنولوجيا في العالم إنها تنهي الجدل للأبد وتنزل منطقة هوارة بالفيوم، المنطقة اللي هيرودوت قال إنه شاف فيها المتاهة. ما هي هذه التكنولوجيا؟ الفريق العلمي ما كانش معاه فؤوس ومقاطف وبس، دول جابوا أجهزة رادار اختراق الأرض أو Ground Penetrating Radar، وهي أجهزة متطورة جدا بتستخدم ترددات لاسلكية وسونار لعمل مسح كامل للطبقات الجيولوجية تحت الأرض من غير ما تكسر حجرة واحدة. انت متخيل الرعب؟ الجهاز ده بيسمح لك تشوف العالم السفلي في 3D بالكامل، كأنه كاميرا أشعة إكس بتصور العظام. لحظة الصدمة،
في صباح مشمس من سنة 2008 الفريق بدأ المسح فوق الرمل الناعم في منطقة هوارة، وبمجرد ما الأجهزة بدأت تشتغل الشاشة السوداء للكمبيوتر انفجرت. الشاشة ما بينتش شوية مياه جوفية ولا حجرة واحدة، الشاشة بينت شبكة عملاقة متقاطعة ودقيقة جدا من الغرف والممرات المتقاطعة والساحات المفتوحة في النص، وكلها مدفونة على عمق حوالي 10 متر تحت الأرض. هيرودوت ما كانش بيكذب، هيرودوت شاف المدينة الحقيقية، والمدينة دي لسه موجودة وسليمة تحت رمل الفيوم. احنا مش بنتكلم عن غرفة أو اتنين، احنا بنتكلم عن مدينة كاملة بمساحة مئات الآلاف من الأمتار مربعة. الفريق البلجيكي كان في حالة ذهول، وبدأوا يجهزوا المؤتمر الصحفي العالمي عشان يعلنوا إنهم لقوا الكأس المقدسة للآثار المحرمة في مصر. النبأ بدأ يتسرب، والصحف الدولية بدأت تتكلم عن أعظم اكتشاف في القرن ال21، الضربة القاضية. وفجأة وفي قمة الحماس حصلت حاجة ما كانتش في الحسبان. في نفس الأسبوع اللي البعثة أعلنت فيه عن نتائج المسح الأولي، صدرت أوامر عليا وفورية بوقف الحفر فوراً وقفل الموقع بالكامل. الحكومة المصرية وقتها بقيادة زاهي حواس والمجلس الأعلى للآثار مش بس وقفت الحفر، دول سحبوا تصريح البعثة البلجيكية ومنعوا نشر أي أبحاث أو صور زيادة عن المسح الراداري، وطلبوا منهم يسيبوا الموقع في الحال. ليه التعتيم المرعب ده؟ إيه اللي هيرودوت قالوا إنهم خايفين العالم يشوفوا؟ هل خايفين على شوية مقابر تماسيح؟ ولا خايفين إن الغرف السفلية 1500 دي زي ما النظريات بتقول مخفية جواها المعرفة الحقيقية للفراعنة وتاريخ قارة أطلانتس المفقودة وربما تكنولوجيا العالم القديم، وإن في تعتيم عالمي من حكومات الظل عشان التاريخ الحقيقي للبشرية ما يتكشفش أبداً؟ الموقع لسه مقفول والسر لسه مدفون تحت الرمل. لو سألت المجلس الأعلى للآثار وقتها عن سبب وقف الحفر المفاجئ ده، الإجابة الرسمية كانت جاهزة ومعلبة: منسوب المياه الجوفية العالي جدا من ترعة بحر يوسف بيهدد الموقع، وأي محاولة للحفر العشوائي ممكن تدمر الآثار اللي تحت، ومفيش ميزانية حاليا لمشروع هندسي ضخم لسحب المياه دي كلها. مبرر يبدو منطقي وعلمي جدا، صح؟ لكن أصحاب نظريات المؤامرة وعلماء الآثار المستقلين ليهم رأي تاني خالص. هم شايفين إن المياه الجوفية دي مجرد حجة لتغطية أكبر عملية تعتيم في التاريخ الحديث. النظرية بتقول إن حكومات الظل والمؤسسات العالمية الكبرى مرعوبة من فكرة فتح المتاهة السفلية. ليه؟ لأن لو 1500 غرفة اللي تحت الأرض دول اتفتحوا وطلع كلام المؤرخين والنظريات صح، تاريخ البشرية كله هيتضرب في مقتل. تخيل لو لقينا تكنولوجيا متطورة سابقة عصرها، أو مخطوطات بتثبت وجود حضارة زي أتلانتس، أو أدلة قاطعة على إن الفراعنة كان عندهم مصادر طاقة مجانية يعني فري انرجي، أو تواصل مع كائنات غير أرضية. كل كتب التاريخ اللي بتدرس في المدارس هتتحرق، ونظرية التطور هتنهار، وشركات الطاقة العالمية اللي ممشية الكوكب هتفلس في يوم وليلة. عشان كده كان القرار الحاسم: ادفنوا السر ده وسيبوا المياه الجوفية تحرسه لحد ما نلاقي طريقة نسيطر بيها على اللي جواه من غير ما العالم يعرف. لكن الباحثين في بعثة المتاهة ما سكتوش وعملوا حركة قلبت الدنيا. أخدوا صور المسح الراداري اللي بتثبت وجود المتاهة وعملوا بيها موقع على الإنترنت ونشروها للعالم كله عشان يثبتوا إنهم ما كانوش بيحلموا، وإن أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية مدفون تحت رجلينا في الفيوم وممنوع حد يقرب له. لابرينيث الهوارة أو المتاهة المفقودة هتفضل هي الصندوق الأسود للفراعنة. هل هي فعلاً كبسولة زمنية شايلة أسرار أتلانتس وتكنولوجيا الآلهة، ولا مجرد مقبرة معقدة لملوك وتماسيح زي ما الكهنة قالوا؟ الإجابة مدفونة في الضلمة تحت المياه الجوفية، ومستنية اليوم اللي البشرية تكون فيه جاهزة عشان تستحمل الحقيقة. انت بقى ايه رأيك؟ هل مقتنع بالتفسير الرسمي ان وقف الحفر كان عشان حماية الموقع من المياه، ولا شايف ان في تعتيم متعمد عشان أسرار المتاهة ما تطلعش للنور وتغير التاريخ؟ هستنى رأيك ونظريتك تحت في الكومنتات وهقراها كلها. لو الحلقة دي لحست دماغك وعجبتك، اخبط اللايك المتين عشان خوارزميات يوتيوب ترضى عننا، واعمل اشتراك أو سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان لسه في ملفات محرمة كتير هنفتحها سوا. أشوفكم في حكاية جديدة، وسلام. لما بنسمع كلمة فراعنة، أول حاجة بتيجي في بالك هي العظمة. أهرامات بتناطح السحاب، دهب مغطي كل شبر، وملوك بيبصوا للدنيا من فوق كأنهم آلهة. بس الدهب ده
كان بيخبي تحته عفن. خلف الأبواب المغلقة للقصور الملكية حصلت حاجات لو حصلت النهاردة الشرطة هتقبض على الفاعل بتهمة زنا المحارم والجرائم الأخلاقية. الفراعنة كان عندهم هوس مرضي بفكرة الدم النقي. كانوا مؤمنين إنهم آلهة، والإله ما ينفعش يتجوز بشر عاديين. الإله لازم يتجوز أخته أو حتى بنته. بس الطبيعة والجينات ما بتعرفش يعني إيه إله. الطبيعة عاقبتهم عقاب بشع. النتيجة كانت أمراض وتشوهات وجثث لأطفال ميتة ومآسي قضت على سلالات كاملة. النهاردة هنفتح التابوت الأسود للعلاقات الفراعنة المحرمة. لو قلبك جامد ومستعد تشوف الوش التاني للتاريخ، دوس رايك دلوقتي واشترك في القناة وفعل الجرس، ويلا بينا ندخل غرف النوم الملكية. كلنا حافظين شكل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، رمز القوة والخلود والجمال. بس لو شلنا القناع ده وبصينا على الإنسان اللي تحته، هنشوف مشهد يقطع القلب. توت عنخ آمون ما كانش الملك القوي اللي بيجري بالعجلة الحربية ويصطاد الأسود زي ما الرسومات بتقول. توت عنخ آمون كان ضحية. كان شاب مريض، جسمه هزيل، عظمه هش ومناعته في الأرض، وكان مولود بتشوهات خلقية زي الحنف في رجله كلاب فوت، خلته ما يعرفش يمشي خطوة واحدة من غير ما يسند على عصاية. عارفين لقينا كام عصاية أو عكاز في مقبرته؟ 130 عكاز. كل ده ليه؟ هل دي صدفة؟ لا، دي فاتورة دفعها من صحته قبل ما يتولد، لأن أبوه الملك إخناتون وأمه المومياء المعروفة بالسيدة الصغيرة كانوا أخوات شقائق. الجينات المشوهة اللي ورثها توت كانت كفيلة إنها تنهي حياته وهو عنده 19 سنة بس. مات متأثر بكسر في رجله ومناعة ما قدرتش تقاوم الملاريا. بس المأساة الحقيقية مش في موته هو، المأساة كانت في محاولته اليائسة لصناعة الحياة. وقبل ما نكمل ونفتح الصندوق الأسود اللي لقوه في المقبرة، انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس، عشان اللي هتشوفه ده هو الجانب المظلم للذهب. الملك الشاب لما وصل سن البلوغ كان لازم يتجوز عشان يجيب وريث للعرش ويحمي الأسرة ال18 من الانهيار. تفتكر اتجوز مين؟ طبقاً للعقيدة الملكية اللي بتدور على نقاء الدم، توت اتجوز أخته من أبوه الأميرة أنخ إس إن آمون. تخيل الكارثة البيولوجية، أب مريض وراثياً بيتجوز أخته اللي بتحمل نفس الجينات المعوبة عشان يخلفوا طفل يحكم مصر. النتيجة كانت مذبحة صامتة للأجنة. سنة 1922 لما هاورد كارتر اكتشف المقبرة، العالم كله كان مبهور بالذهب والتماثيل. بس في ركن ضلمة في غرفة الكنز، كارتر لقى صندوق خشبي بسيط خالي من أي زخرفة. كان شكله غريب وسط الفخامة دي، ولما فتحه لقى جواه تابوتين صغيرين جدا، توابيت لأطفال حديث الولادة. العلماء لما فكوا اللفائف وعملوا الأشعة اكتشفوا سر حزين جدا. المومياء الأولى كانت لجنين بنت ماتت في بطن أمها في الشهر الخامس أو السادس، والمومياء التانية كانت لبنت تانية قدرت تكمل شهور الحمل وتتولد، بس ماتت فور الولادة. ليه ماتت؟ الفحص الطبي أثبت إنها كانت مولودة بتشوهات في العمود الفقري سباينا بيفيدا وتشوهات في الكتف سبرينجل ديفورميتي. الطبيعة كانت بتصرخ وبتقول مستحيل. الجينات كانت بايظة لدرجة إنها ما قدرتش تكون بني آدم سليم. أنت متخيل حجم الوجع اللي عاشه الملك وزوجته؟ توت عنخ آمون كان بيحب مراته جدا، وده باين على كرسي العرش وهو قاعد وهي بتمسح له كتفه بالعطور. بس حبهم ده كان محكوم عليه الإعدام. كل ما يحاولوا يجيبوا طفل يموت بين إيديهم. لو كان توت عنخ آمون ضحية لظروفه الصحية، فالملك رمسيس الثاني كان النقيض تماماً. احنا بنتكلم عن سوبرمان الفراعنة، الملك اللي حكم 67 سنة وعاش لحد ما عدى 90 وخلف أكتر من 100 ولد وبنت. رمسيس كان عنده حريم في أجمل نساء الأرض، أميرات من بابل ومن الحيثيين ومن النوبة. لكن جبروت رمسيس وشهوته للتملك ما كانش ليها سقف. الراجل ده وصل لمرحلة من تأليه الذات إنه حس إن مفيش ست في الكون تستحق تكون ملكة جنبه إلا لو كانت من صلبه هو شخصياً.
القصة بتبدأ بمأساة عاطفية، موت زوجته وحبيبة عمره الملكة الجميلة نفرتاري. رمسيس كان بيعشق الست دي، ولما ماتت سابت فراغ كبير في القصر وفي قلبه. تفتكر رمسيس عمل إيه عشان يملى الفراغ ده؟ اتجوز أميرة تانية؟ لأ، رمسيس بص ناحية بناته، وتحديداً بنته من نفرتاري الأميرة ميرة آمون. البنت دي كانت صورة طبق الأصل من أمها، نفس الجمال، نفس الملامح. وبدل ما رمسيس يحميها ويعملها كأب، قرر إنه ياخدها لنفسه. وقبل ما عقلك يرفض يصدق اللي حصل، انزل دلوقتي اخبط اللايك واشترك في القناة عشان تفهم ازاي السلطة المطلقة بتفسد الأخلاق تماماً. رمسيس الثاني اتجوز بنته ميرة آمون جواز رسمي وشرعي. مش بس كده، ده اداها لقب الزوجة الملكية العظمى، هامت نسوت ورت، يعني خلاها ملكة مصر، وخلاها تاخد مكان أمها في السرير وفي العرش وفي المعبد. تخيل البنت المسكينة، أبوها اللي رباها فجأة بقى هو جوزها اللي بتنام جنبه. والموضوع ما كانش حالة استثنائية عشان كان بيحب أمها، دي كانت عادة عنده، لأن نفس السيناريو اتكرر مع بنته التانية بنت عانت، بنت زوجته التانية إيزيس نوفرت. بمجرد ما أمها ماتت، رمسيس رفع بنته لدرجة زوجة واتجوزها هي كمان. التاريخ سجل لنا اسماء 3 أو 4 من بناته تحولوا لزوجات شرعيات لأبوهم. السؤال هنا، ليه ملك عنده جيش من الستات يبص لبناته؟ المؤرخين بيقولوا إن السبب ديني ونفسي معقد. رمسيس ما كانش شايف نفسه بشر، رمسيس كان شايف نفسه إله يمشي على الأرض، تجسيد للإله رع أو آتوم. وفي الأساطير المصرية، الإله آتوم خلق الكون واتجوز من نفسه أو من ظله، فالآلهة مفيش عليها حرج أو محرمات. رمسيس كان شايف إن دمه مقدس جدا لدرجة إنه ما ينفعش يختلط بدم غريب، وإن الست الوحيدة اللي تليق بالإله هي الست اللي الإله صنعها بنفسه. لكن مهما كانت التبريرات الدينية، المشهد الإنساني بيفضل مرعب. تماثيل ضخمة في معبد أبو سمبل بتورينا الأميرة ميرة آمون واقفة جنب رجل أبوها العملاق، مرة كبنت صغيرة ومرة كملكة زوجة. تحول مرعب من البراءة لسرير الملك. الراجل ده كان عايز يمتلك كل حاجة، الأرض والناس وحتى أرحام بناته، عشان يضمن إن سلالته تفضل نقية ومقدسة للأبد. لحد دلوقتي اتكلمنا عن ملوك اتجوزوا اخواتهم وبناتهم علني وبمباركة الكهنة، بس القصة دي مختلفة. القصة دي حصلت في الضلمة، وكان المفروض تفضل سر لولا إن في عين كانت بتراقب وودن كانت بتسمع وقلم سجل الفضيحة دي للأبد. بطل القصة هو الملك نفركارع بيبي الثاني، وده مش أي ملك، ده أطول الملوك حكماً في التاريخ، حكم 94 ساعة. الناس كانت فاكرة إن الملك ده بيقضي ليله في التعبد ومناجاة الآلهة، لكن في يوم من الأيام مواطن مصري عادي اسمه تيتي لاحظ حاجة غريبة جداً. لاحظ إن الملك بيخرج من القصر في نص الليل لوحده، من غير حراس ومن غير موكب ومتنكر. الفضول قتل تيتي، فقرر يعمل أخطر حاجة ممكن مواطن يعملها، يتجسس على الفرعون. تيتي مشي ورا الملك في شوارع مان في الضلمة لحد ما شافه وقف قدام بيت معين. بيت مين؟ بيت قائد الجيش بتاعه الجنرال ساسينات. الملك رماله طوبة صغيرة على الشباك كإشارة، والسلم اتدلى والملك طلع. وقبل ما أقولك تيتي شاف إيه وسجل إيه في البردية، انزل حالا اشترك في القناة وفعل الجرس، عشان اللي اتكتب في البردية دي كان صادم بكل المقاييس. تيتي استخبى ورا الشجر وفضل يراقب. الملك قعد جوه بيت الجنرال 4 ساعات كاملة، وبعدين نزل ورجع القصر قبل الفجر ما يطلع. تاني يوم تيتي كرر المراقبة وحصل نفس السيناريو. الراجل ما قدرش يسكت وسجل شهادته في نص أدبي معروف باسم قصة الملك نفركارع والقائد ساسينات. والنص ده ما كانش مكسوف ولا بيلمح، النص كان فج وصريح. البردية بتقول بالحرف الواحد: لقد فعل جلالته ما كان يشتهي أن يفعله معه. واستخدمت تعبيرات في اللغة المصرية القديمة بتدل بشكل قاطع على وجود علاقة جنسية كاملة بين الملك وبين قائد جيشه. ليه القصة دي كارثة؟ مش بس عشان العلاقة المثلية كانت منبوذة اجتماعياً في مصر القديمة، لكن عشان الإخلال بميزان الكون. الملك هو حامي معت العدالة والنظام. الملك وظيفته يحفظ النظام الكوني، فلما الملك نفسه يتسحب بالليل ويمارس علاقة سرية مع تابعه ويسيب الحكم والدين عشان مزاج خاص،
ده كان معناه عند المصريين إن الدولة بتنهار. وفعلا حكم بيبي الثاني انتهى بانهيار الدولة القديمة كلها ودخول مصر في عصر اضمحلال وفوضى استمر سنين طويلة. المؤرخين لحد النهاردة محتارين، هل القصة دي حقيقة ومحضر ضبط أخلاقي للملك، ولا دي كانت أدب سياسي ساخر مكتوب في أثر الثوار بعد سقوط الدولة عشان يشوهوا سمعة الملك ويقولوا للناس شوفوا الملك اللي كان بيحكمكم كان بيعمل إيه؟ في الحالتين البردية دي بتفضل وصمة عار. لما بنذكر اسم إخناتون، التاريخ بيقف احتراما لأول واحد نادى بالتوحيد في العالم القديم، الراجل اللي صار على كهنة آمون ونقل العاصمة لتل العمارنة وعاش قصة حب أسطورية مع الجميلة نفرتيتي. الصورة اللي وصلالك عنه إنه كان نبي حالم وشاعر رقيق وأب حنون بيبوس بناته في الرسومات. بس لو قربنا العدسة شوية من قصر العمارنة في أواخر أيامه هنشوف مشهد كابوسي بامتياز. المأساة بدأت بعقدة إخناتون الأزلية. فين الوريث الذكر؟ نفرتيتي خلفت له 6 بنات، 6 أميرات جميلات، بس مفيش ولا ولد واحد يورث عرش آتون. وفجأة في السنة ال12 أو ال14 من حكمه حصلت الكارثة. نفرتيتي اختفت، ماتت، اتنفت، غضب عليها، محدش عارف، بس الأكيد إنها ما بقتش موجودة في المشهد. إخناتون لقى نفسه لوحده وحلم آتون بيضيع منه، وهو ما عندوش وريث وما عندوش شريكة تمثل الجانب الأنثوي للإله في الطقوس بتاعته. تفتكر عمل إيه؟ اتجوز أميرة أجنبية؟ اتجوز واحدة من عامة الشعب؟ مستحيل. إخناتون كان واصل لمرحلة من الهوس اللاهوتي خلته مقتنع إن هو الإله الحي الوحيد على الأرض، وبالمنطق المريض ده الإله ما ينفعش يخلط دمه ببشر عاديين، الإله لازم يتجوز من نفسه أو من حاجة طلعت منه. عينه راحت على مين؟ على ميرة آتون، بنته الكبيرة وأقرب واحدة شبه أمها نفرتيتي. وقبل ما ندخل في التفاصيل العلاقة اللي بتشيب الشعر، انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان اللي هتعرفه عن نبي التوحيد هيصدمك. إخناتون قرر يرفع بنته ميرة آتون لمنصب الزوجة الملكية العظمى بديلة لأمها. البنت اللي كانت بتلعب على حجره امبارح بقت النهاردة مراته قدام الشعب والكهنة. وللأسف الموضوع ما كانش مجرد لقب شرفي عشان الطقوس الدينية زي ما بعض المؤرخين بيحاولوا يجملوا الصورة. الأدلة الأثرية كانت فاضحة. لقينا نقوش بتذكر طفلة صغيرة اسمها ميرة آتون تشريت، يعني ميرة آتون الصغيرة. والعلماء لما حللوا الألقاب لقوا إن البنت دي هي بنت ميرة آتون من أبوها إخناتون، يعني إخناتون خلف من بنته حفيدة هي في نفس الوقت أخته أو بنته برضه جينياً. ولما ميرة آتون ماتت غالباً أثناء الولادة أو بسبب الوباء، هل إخناتون وقف؟ هل حس بالذنب؟ أبداً، ده كمل في الدايرة الشيطانية. نقل عينه على بنته الثالثة عنخ إسن با آتون اللي هتبقى مرات توت عنخ آمون بعد كده. كرر نفس المأساة، اتجوزها وظهرت طفلة تانية اسمها عنخ إسن با آتون تشريت وبرضه بنت الملك من بنته. انت متخيل الجو النفسي في القصر ده كان عامل ازاي؟ بنات بيشوفوا أمهم بتختفي وبعدين أبوهم الإله بيستدعيهم لغرفة نومه واحدة ورا التانية عشان يحقق نبوءة أو يرضي وهم في دماغه. إخناتون ما كانش بيعمل كده عشان شهوة بالمعنى الحيواني البسيط، لا، الموضوع كان أخطر. هو كان بيعمل كده باسم الدين، كان شايف إن مني الإله هو السائل الحياة المقدس ولازم يوضع في وعاء مقدس من نفس الدم وإلا الكون يختل. دي كانت قمة اليأس المقدس. راجل بيحارب الطبيعة وبيحارب البيولوجي وبيحارب الأخلاق عشان يفضل مخلد. بس النهاية كانت درامية جدا. كل المحاولات دي فشلت، البنات ماتوا أو خلفوا بنات برضه، والوريث الذكر الوحيد اللي جه توت عنخ آمون كان غالبا من أخت تانية لإخناتون مش من بناته حسب تحليل الDNA. وصلنا لمسك الختام بس بطعم الدم والزرنيخ. لما بنسمع اسم كليوباترا خيالنا على طول بيروح للرومانسية وإليزابيث تايلر وقصة الحب الأسطورية مع أنطونيو وقيصر. بس الحقيقة إن الرومانسية دي كانت الجزء الأخير والسهل في حياتها. الجزء الأول من حياتها كان عبارة عن فيلم رعب عائلي من فئة باتل رويال
أو البقاء للأقوى. كليوباترا السبعة ما كانتش مصرية الأصل، كانت من البطالمة اليونانيين، والناس دي لما جم مصر حبوا يقلدوا الفراعنة في كل حاجة عشان الشعب يحبهم، فقلدوهم في زواج الإخوة. بس البطالمة أفواروا قوي واتمادوا في الموضوع لدرجة الجنون، لدرجة إن شجرة العيلة بتاعتهم ما كانش ليها فروع، كانت عبارة عن دايرة مقفولة أو عمود نور. أجيال ورا أجيال من جواز الإخوات أنتجت سلالة مليانة أمراض نفسية وشك وغدر. القانون الملكي كان بيقول إن كليوباترا عشان ست ما ينفعش تحكم لوحدها، لازم تتجوز راجل يشاركها العرش، ومفيش راجل مسموح به دموياً غير أخوها. وهنا بدأت المأساة. كليوباترا اتجوزت أخوها الأصغر بطلميوس الثالث عشر. تخيل المشهد العبثي، هي شابة ذكية وناضجة عندها 18 سنة وجوزها طفل عنده 10 سنين، هو أخوها وهو جوزها وهو عدوها اللدود في نفس الوقت. الطفل ده أو الوصيين عليه كانوا بيكرهوا كليوباترا كره العمى، وبدل ما يعيشوا في تبات ونبات حولوا القصر لساحة حرب. طردوا كليوباترا من مصر وحاولوا يغتالوها، فتحولت العروسة لقائدة جيش بتحارب جوزها. النهاية كانت دموية بامتياز. كليوباترا استعانت بيوليوس قيصر اللي هو جيش روما كله عشان يدمر جيش جوزها أخوها، والمسكين بطلميوس الثالث عشر انتهى بيه الحال غرقان في مياه النيل، والأسطورة بتقول إن الدرع الذهبي التقيل بتاعه هو اللي سحبه للقاع ومات مخنوق بالطين والمية. خلصت الحكاية؟ ارتاحت؟ أبداً، القانون لسه موجود، لازم ديكور رجالي جنبها على العرش. فراحت اتجوزت أخوها التاني بطلميوس الرابع عشر، طفل تاني، ضحية تانية. كان عنده 11 سنة لما اتجوز أخته اللي قتلت أخوه الكبير. تخيل الرعب اللي كان عايش فيه الولد ده، هو عارف إنه مجرد كومبارس، وإن أخته بتنام في حضن قيصر روما وبتبصله هو بقرف. المرة دي كليوباترا ما كانتش فاضية لحروب أهلية، كانت خلفت ابنها قيصرون من يوليوس قيصر وعايزة تضمن له العرش لوحده. وجود جوزها أخوها كان عائق، كان عظمة في الزور. وفي لحظة حاسمة بمجرد ما يوليوس قيصر اتقتل في روما وكليوباترا حست بالخطر قررت تتصرف. المؤرخين بيأكدوا إنها وبكل برود أعصاب دست السم لجوزها أخوها التاني. وفي الآخر دي كانت جولة سريعة جوه غرف النوم اللي حكمت العالم القديم. شفنا فيها إن الذهب اللي بيلمع على توابيت الملوك كان بيغطي تحته طبقات من البلية الأخلاقي والبيولوجي. الفراعنة كانوا بيحاولوا يلعبوا دور الآلهة، كانوا عايزين يتحدوا قوانين الطبيعة، يتجوزوا من دمهم ويخلفوا من نفسهم ويخلدوا للأبد. بس الطبيعة ما بتتهزمش، والطبيعة ردت عليهم بقسوة، ردت عليهم بأطفال مشوهة وأجنة ميتة وعقول مجنونة ونهايات دموية. القصص دي بتعلمنا درس مهم جدا، إن القوة المطلقة بتعمي البصر والبصيرة، وإن الإنسان مهما وصل من عظمة وسلطان بيفضل محكوم بقوانين البيولوجي والأخلاق، وأي محاولة لكسر القوانين دي تمنها بيكون غالي قوي. ودلوقتي جه دورك عزيزي المشاهد، إيه أكتر قصة صدمتك في الخمسة دول؟ هل مأساة توت عنخ آمون الضحية، ولا جنون رمسيس اللي اتجوز بناته، ولا جبروت كليوباترا؟ سيبولنا رأيكم في الكومنتات تحت، ولو عجبك الفيديو وتجرأت تكمله للآخر ما تنساش اللايك المتين والشير والاشتراك في القناة. استنونا الحلقة الجاية، هنفتح ملف جديد من التاريخ المحرم. تصبحوا على فطرة سليمة. سلام. تخيل تصحى الصبح من النوم، تفتح الأخبار، تلاقي أمريكا وروسيا والصين اتمسحوا من على الخريطة، اختفوا تماماً. مش فيلم خيال علمي، ده سيناريو حصل بجد من أكتر من 3000 سنة، لما أقوى إمبراطوريات العالم وقتها انهارت فجأة واختفت للأبد. والسبب ما كانش نيزك ولا وباء فتاك، السبب كان أبسط وأرعب بكتير.
قبل ما نكمل الحكاية المرعبة دي ونعرف مين دول، لو انت جديد هنا معانا وبتحب النوع ده من قصص التاريخ اللي ما بتحكيش كتير، ما تنساش دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش حلقة من اللي جاية. قبل الكارثة دي ما تحصل، العالم كان عامل زي عالمنا دلوقتي. كان في قوة عظمى بتحكم كل حاجة. الفراعنة في مصر كانوا عايشين في عز قوتهم وخيرهم، والإمبراطورية الحيثية في تركيا كانت ند ليهم وقوة لا يستهان بيها. كانوا بيتكلموا بعض، بيبعتوا جوابات، بيتفقوا ويتخانقوا، نظام عالمي كامل. باختصار، الدنيا كانت ماشية والتجارة شغالة وكل حاجة كانت تحت السيطرة. بس اللي محدش فيهم كان يعرفه إن العالم المستقر ده كله كان مجرد بيت كرتون مستني خبطة واحدة عشان يتهد فوق دماغ الكل. خبطة، أو بمعنى أصح موجة مرعبة ما كانتش جاية من الطبيعة. الموجة دي كانت بشر. الاسم الوحيد اللي التاريخ كله عارفهم بيه هو الاسم اللي الفراعنة نفسهم أطلقوه عليهم من كتر الرعب والغموض: شعوب البحر. تخيل معايا، انت امبراطورية عمرها آلاف السنين، عندك جواسيس في كل حتة وعارف كل أعدائك بالاسم، وفجأة يظهر على حدودك جيش من الأشباح. محدش عارف مين دول، جايين منين، لغتهم ايه، ديانتهم ايه، ملهمش تاريخ، ملهمش وطن معروف. كأن الأرض انشقت وبلعتهم، أو بمعنى أصح كأن البحر هو اللي قذفهم على شواطئك. دول ما كانوش جيش واحد، دول كانوا كوكتيل مرعب من الوحوش البشرية، تحالف من كوابيس. لو رحت النهاردة معبد مدينة هابو في الأقصر هتشوف بعينك الكابوس ده متجسد ومنقوش على الحيطان. الفراعنة رسموهم بكل تفصيلة مرعبة. قبيلة اسمها الشردان، لابسين خوذات بقرون زي الشياطين، معاهم سيوف ضخمة ومدورة. وقبيلة تانية اسمها البيلست، لابسين خوذة من زينا بالريش زي زعماء القبائل المتوحشة. كل قبيلة ليها شكل وسلاح ولغة، وكلهم بيحاربوا سوا كأنهم موجة واحدة من الجحيم. النقوش المصرية مش مجرد تسجيل للتاريخ، دي تعتبر صرخة مكتوبة بالحجر. المصريين كتبوا عنهم، أيديهم امتدت لكل الأراضي حتى نهاية العالم، لم يستطر أحد الصمود أمامهم. قلوبهم كانت واثقة وممتلئة بالخطط الشريرة. كانوا بيعملوا إبادة جماعية في كل مدينة يدخلوها، بيمحوا شعوب كاملة من على الخريطة كأنهم ما كانوش موجودين أصلاً. لكن الجزء الأكثر رعباً في قصتهم ما كانش في سيوفهم ولا خوذاتهم المرعبة. الرعب الحقيقي كان في اللي بيتحرك ورا جيشهم. النقوش بتورينا إنهم كانوا بيتحركوا معاهم عائلاتهم، ستاتهم وأطفالهم، وكل ممتلكاتهم محملة على عربيات بتجرها الثيران. وده معناه شيء واحد بس، شيء مرعب أكتر من أي سلاح: إنهم ما كانوش جايين عشان يسرقوا ويرجعوا، كانوا جايين عشان يعيشوا مكانك، كانوا جايين عشان ياخدوا أرضك ويمحوا وجودك للأبد. والوحوش دي بعد ما خلصت على العالم كله، عينيها بصت على الجايزة الكبرى، آخر مملكة لسه واقفة على رجليها: مصر. الوحوش دي ما كانتش مجرد قصة بتتقال عشان تخوف العيال الصغيرة، دي كانت حقيقة دموية بدأت تفرض نفسها على العالم كله. تخيل تسونامي من النار والغضب بيضرب شواطئ العالم القديم، وكل موجة منه بتمحي حضارة كاملة من الوجود. أول ضحية ليهم كانت إمبراطورية كاملة، الإمبراطورية الحيثية، الند التاريخي للفراعنة، العملاق الثاني في العالم وقتها. اتمسحت من على الخريطة كأنها ما كانتش موجودة. العاصمة بتاعتهم خاتوشة، المدينة المحصنة اللي كانت بتخوف العالم كله، اتحرقت لدرجة إن الحجر نفسه ساح من الحرارة. إمبراطورية قعدت مئات السنين عشان تبني نفسها، اتمحت في شهور قليلة. وبعدهم الدور جه على مدينة أوغريت في سوريا، واحدة من أغنى مدن العالم وقتها، كانت زي دبي بتاعت زمان، ميناء تجاري عظيم مليان كنوز وثروات. آخر رسالة خرجت من ملك أوغريت قبل ما مدينته تتحرق بالكامل كانت صرخة استغاثة لملك قبرص، بيقول له فيها بالحرف: يا أبي، سفن العدو وصلت، حرقوا مدني ودمروا بلدي، جيشي بيحارب في حتة تانية وأنا لوحدي، أناشدك ابعت لي أي مساعدة. النجدة دي عمرها ما وصلت، وأوغريت اتحولت لكومة رماد. الموضوع كان عامل زي أحجار الدومينو، مملكة ورا مملكة، مدينة ورا مدينة، كلهم بيقعوا. جزيرة قبرص اللي كانت منجم النحاس للعالم كله اتحرقت. اليونان الماسونية وقصورها الذهبية اتحولت لأنقاض. الطرق التجارية اللي كانت بتوصل بين الحضارات اتقطعت. العالم دخل في عصر مظلم، عصر من الخوف والدمار. النار كانت بتقرب والصوت كان بيعلى، وكل الممالك اللي حوالين مصر اتحولت لتراب ورماد.
وما بقاش فاضل في الخريطة كلها غير اسم واحد بس ليس واقف على رجليه. اسم واحد بس بقى هو الهدف الجاي للتسونامي ده. بعد ما العالم اتحرق وبعد ما كل الإمبراطوريات العظيمة اتحولت لتراب، الكوكب كله ما بقاش فيه غير لمبة واحدة منورة وسط ضلمة كحل. لمبة واحدة بس لسه فيها حياة وفيها أمل وفيها أهم حاجة، أكل. مصر. مصر ما كانتش مجرد الهدف اللي عليه الدور، لأ، مصر كانت الجايزة الكبرى، كانت بنك الأكل في العالم القديم، الأرض الوحيدة اللي لسه بتزرع قمح وليها خير. شعوب البحر دول كانوا جيوس من الجياع، بيبحثوا عن أرض جديدة يعيشوا فيها وياكلوا منها. ومصر كانت بالنسبة لهم جنة الله على الأرض، الجنة اللي هم جايين ياخدوها بالنار والدم. دي ما كانتش أول مرة الوحوش دي تدق على بيبان مصر. قبلها بكم سنة في عهد الملك مرنبتاح حاولوا يعملوا غزو صغير واتهزموا، لكن المرة دي الوضع كان مختلف تماماً. المرة دي ما كانوش جايين لوحدهم، المرة دي كانوا جايين ومعاهم رماد الإمبراطوريات اللي حرقوها وراهم. تخيل انت قاعد في بلدك وكل يوم يوصلك لاجئين من البلاد اللي جنبك، شكلهم مرعب، بيحكوا لك قصص عن وحوش خرجت من البحر حرقت بيوتهم وقتلت أهلهم. بتشوف بعينك الدخان اللي جاي من المدن اللي بتتحرق على حدودك، بتسمع صريخ العالم وهو بينهار، وعارف ومتأكد إن الدور جاي عليك. الرعب وصل للعظم والخوف سيطر على كل الناس. مصر بقت هي الحصن الأخير للبشرية، ولو الحصن ده وقع الحضارة نفسها هتنتهي. كل العيون بصت ناحية القصر الملكي، ناحية عرش فرعون، وكل لسان كان بيسأل سؤال واحد بس مليان يأس: مين الراجل اللي ممكن يقف في وش تسونامي زي ده؟ مين عنده قلب يواجه جيش من الأشباح دمر العالم كله؟ وسط عالم غرقان في الخوف واليأس والممالك بتتساقط زي ورق الشجر في الخريف، كان في راجل واحد بس قلبه لسه صخرة. على عرش مصر كان بيحكم آخر سليل حقيقي لسلالة المحاربين العظام، الملك رمسيس الثالث. الدم اللي بيجري في عروقه ما كانش دم ملوك بتقعد على عروشها وتستمتع بالكنوز، ده كان دم جنرالات اتولدت في ساحات المعارك، دم رمسيس الثاني وستي الأول. الراجل ده لما شاف بعينه اللاجئين وهم بيحكوا عن الوحوش اللي حرقت بلادهم، ولما شم ريحة الدخان اللي جاية من المدن اللي بتتحرق على حدوده، فهم إن دي مش حرب عادية على حدود، دي حرب وجود. هو فهم إن اللغة الوحيدة اللي الوحوش دي بتفهمها هي لغة السيوف والنار. وفي سباق مجنون ضد الزمن، رمسيس الثالث قلب مصر كلها لترس في آلة حرب عملاقة. أمر إن كل مصانع الأسلحة تشتغل ليل ونهار، صوت المطارق على النحاس والبرونز ما كانش بيبطل. أمر ببناء أسطول بحري جديد بالكامل في وقت قياسي، وحصن كل شبر على سواحل الدلتا بالقلاع وأبراج المراقبة اللي عليها أمهر الرومان. فتح مخازن الغلال وحول كل فلاح وكل صانع اللي جندي بيأكل ويشرب ويتدرب على هدف واحد بس: الموت أو الدفاع عن أرضه. جيش الأشباح كان بيزحف على حدود مصر الشرقية، طوفان بشري مع عائلاته وعربياته جايين يستوطنوا الأرض ويمحوا أهلها. ما كانوش يعرفوا إن على الأرض دي مستنيهم راجل واحد بس، راجل قرر إنه مش هيستنى الكارثة تخبط على بابه، هو اللي هيروح يخبط على بابها بنفسه. لبس رمسيس الثالث خوذته الحربية الزرقاء وجمع أضخم جيش مصر شافته من سنين، وخرج بنفسه يقود الجيش ده ناحية الحدود الشرقية. حفلة الموت كانت جاهزة، والفرعون بنفسه هو اللي كان هيفتح الستار. على حدود مصر الشرقية الصحراء ما بقتش صحراء، اتحولت لمسرح لأعظم مذبحة في التاريخ القديم. جيش قصاد جيش، الحضارة قصاد الفوضى، النظام قصاد التوحش. في ناحية بيقف جيش الفراعنة، صفوف مرصوصة بالمسطرة، كل جندي عارف مكانه، لمعان الدروع والأسلحة البرونزية بيعمل عين. جيش منظم محترف بيتحرك كأنه راجل واحد. وفي الناحية التانية بيقف طوفان بشري مرعب، شعوب البحر ملهمش نظام، ملهمش صفوف، مجرد كتلة ضخمة من البشر والغضب، بيصرخوا بلغات محدش فاهمها، لابسين جلود حيوانات وخوذات بقرون وريش، شكلهم كأنهم جيش من الجحيم نفسه خرج للأرض. جيش الفراعنة كان ساكت، سكون مرعب، كانوا مستنيين إشارة واحدة من راجل واحد. وفجأة بدون سابق إنذار طوفان الوحوش بدأ يتحرك، الأرض اتهزت من تحت رجليهم. كانوا بيجروا ناحية الجيش المصري زي الزلزال، ومعاهم عربياتهم اللي بتجرها الطيران عليها عيالهم وستاتهم بيصرخوا ويشجعوهم.
كانوا بيحاربوا عشان يموتوا أو يعيشوا على أرض جديدة، ما كانش عندهم أي حاجة يخسروها. لكن رمسيس الثالث ما كانش بيلعب، هو اللي اختار أرض المعركة دي بنفسه، وهو اللي كان محضر لهم الفخ. وبصوت يشق سكون الصحراء، رمسيس الثالث ادى الأمر بالهجوم، وفي لحظة واحدة السما اسودت، مش من السحاب، لأ، من السهام. آلاف وآلاف من السهام المصرية انطلقت في نفس اللحظة وغطت الشمس، ونزلت على جيش الوحوش زي المطر الحمضي. الصفوف الأولى منهم اتمحت في ثواني، بس الطوفان كان أكبر من إنه يقف. كملوا هجوم وسط مطر السهام ده ودخلوا على صفوف المشاة المصريين. وهنا بدأ الجحيم الحقيقي. صوت البرونز وهو بيخبط في بعضه كان عامل زي 1000 حداد بيضربوا على السندان في نفس اللحظة. صريخ وصوارت ودم في كل حتة. المصريين بيحاربوا بنظام وتكتيك، والوحوش بتحارب بوحشية وعشوائية. المعركة اتحولت لمجزرة دموية، كتلة من البشر بتقتل بعضها في قلب الصحراء. لكن رمسيس الثالث كان لسه مخبي ورقته الأخيرة، سلاحه السري اللي كان بيحسم بيه أي معركة، سلاح الرعب، العجلات الحربية. بإشارة منه انطلقت مئات العجلات الحربية المصرية من جوانب الجيش، ولف حوالين المعركة ودخلت في ظهر جيش شعوب البحر زي السكينة في الجاتوه. العجلات دي كانت زي دبابات زمان بتدهس أي حد في طريقها، والمحاربين اللي عليها بيضربوا بالرماح والسهام في كل اتجاه. الخطوط الخلفية لجيش الوحوش انهارت تماما، والفوضى اتحولت لذعر، والذعر اتحول لهروب. بعد ساعات من الدم الوحوش اتكسرت، اتهزموا في أول مواجهة برية ليهم، سابوا وراهم آلاف الجثث وهربوا ناحية المكان الوحيد اللي يعرفوه، ناحية البحر. رمسيس الثالث كسب الجولة الأولى، بس ما كانش بيحتفل. بص على جيشه اللي خسر كتير من جنوده، وبعدين بص بعينه على البحر، وعارف كويس قوي إن الوحوش دي لسه عندها أسطول كامل، وعارف إن الجولة التانية والأخطر لسه هتبدأ. بعد هزيمتهم على الأرض، الوحوش عملت آخر وأغبى غلطة في حياتهم. قرروا يهاجموا مصر من نقطة ضعفها التاريخية، البحر. جمعوا كل سفنهم اللي باقية، أكتر من 100 سفينة حربية مليانة بمقاتلين متعطشين للانتقام، واتجهوا بيها ناحية أغنى مكان في مصر، فرع النيل عند الدلتا. كانوا فاكرين أن المصريين فلاحين ما يعرفوش حاجة عن حرب البحر، وإنهم هيخشوا بسهولة ويحرقوا المدن ويسرقوا الغلة. بس اللي ما كانوش يعرفوه إنهم ما كانوش رايحين لمعركة، كانوا رايحين لمصيدة، فخ وحضر لهم مخصوص على إيد أعظم مهندس حربي في زمانه، رمسيس الثالث. رمسيس كان سابقهم بخطوة، كان عارف إنهم هيعملوا كده. سحب الأسطول المصري كله وخفاه جوه فروع النيل الضيقة، وحط على شط النيل من الناحيتين بين الشجر والقصب آلاف وآلاف من أمهر الرماة في جيشه مستخبيين ومستنيين، وخلى كام سفينة مصرية صغيرة تبان عند مدخل النيل كأنها طعم. أسطول شعود البحر شاف السفن المصرية القليلة وافتكرها فريسة سهلة، دخلوا وراها بكل قوتهم وثقتهم جوه فرع النيل الضيق، وكل ما كانوا بيخشوا لجوه أكتر كل ما الممر المائي كان بيضيق عليهم أكتر. سفنهم الضخمة بدأت تتزنق في بعض وما بقاش عندها أي مساحة للمناورة، اتحبسوا جوه مصيدة طبيعية وبدون أي مخرج. وفي اللحظة المناسبة لما أسطول العدو كله بقى محشور جوه القناة، رمسيس الثالث أدى الأمر. فجأة الأسطول المصري اللي كان مستخبي خرج عليهم من كل حتة وقفل عليهم طريق الهروب، ومن على الشطين آلاف السهام انطلقت في نفس اللحظة. السما اسودت تاني، بس المرة دي السهام ما كانتش بتنزل في صحراء، كانت بتنزل على سفن خشب مليانة بشر محبوسين في مكانهم. المشهد اتحول لمذبحة. الرومان المصريين كانوا بيصطادوا جنود شعوب البحر على سفنهم زي البط في ميدان رماية، والسفن المصرية بدأت تقرب وترمي عليهم حبال فيها خطافات حديد تشدهم ناحية الشط، وهناك كان مستنيهم جنود المشاة المصريين بالسيوف والرماح يخلصوا عليهم. النيل اللي كان مصدر الحياة لمصر اتحول في اليوم ده لمقبرة جماعية. المية لونها اتغير للأحمر من كتر الدم. صريخ شعوم البحر كان مال المكان. اللي بينط من سفينته عشان يهرب كان بيغرق بدرعه التقيل أو بيموت بسهم قبل ما يوصل للشط. في ساعات قليلة الأسطول الأسطوري المرعب اللي دمر العالم اتمحى من الوجود. رمسيس الثالث بنفسه كان واقف على الشط بيشرف على المذبحة دي، بيشوف بعينه ازاي آخر أمل لأعدائه بيتحول لرماد وجثث عايم على وش المية. الخطر الأكبر انتهى. النصر كان ساحق والمشهد كان مهيب. رمسيس الثالث رجع عاصمة ملكه طيبة، وهو بيجر وراه آلاف الأسرى من شعوب البحر مكبلين بالسلاسل، دليل حي على انتصاره العظيم.
المعابد دقت أجراسها، والناس خرجت للشوارع تهتف باسم الفرعون اللي أنقذهم من الإبادة. مصر كلها كانت بتحتفل، البلد الوحيد اللي قدر يقف في وش تسونامي ويفضل واقف على رجليه. لكن ورا الأبواب المقفولة للقصر الملكي الصورة ما كانتش وردية بالشكل ده. الاحتفالات دي كانت مجرد قناع بيخبي وراه حقيقة مرة، حقيقة إن النصر ده كان تمنه غالي، غالي قوي. الحرب دي أكلت مصر من جوه. الخزنة الملكية اللي كانت مليانة بالذهب والكنوز فضيت تماماً عشان تمول بناء الجيش والأسطول. المناجم والمحاجر وقفت شغل، والتجارة مع العالم الخارجي انهارت، لأن العالم ده ما بقاش موجود أصلاً. مصر نجت، لكنها بقت معزولة وفقيرة. والأهم من الفلوس الدم. الجيش المصري العظيم خسر آلاف من أفضل جنوده وضباطه في المعركتين دول. القوة المسكرية اللي كانت بترعب العالم كله خرجت من الحرب دي قوية، لكنها بتنزف ومستنزفة. رمسيس الثالث أنقذ مصر، محدش يقدر ينكر ده، لكن النصر ده كان زي الدواء اللي قضى على السرطان بس دمر كل أعضاء الجسم السليمة في طريقة. مصر بعد حرب شعوب البحر ما بقتش هي مصر اللي قبلها، ما بقتش الإمبراطورية اللي بتغزو وتتمدد، اتحولت لدولة كل همها تدافع عن حدودها وتحافظ على اللي باقي منها. الاحتفالات خلصت والأغاني سكتت، ومصر لقت نفسها لوحدها في عالم ضلمة ومخيف، عالم هي اللي انتصرت فيه، لكنها دفعت ثمن النصر ده من روحها. الشمعة اللي فضلت منورة كان نورها بيضعف. بعد ما العاصفة خلصت والدم نشف على الأرض، فضل سؤال واحد بس، سؤال أهم من الحرب نفسها، والمؤرخين والعلماء بقالهم أكتر من 100 سنة بيحاولوا يلاقوا له إجابة. الوحوش دي جت منين؟ إيه القوة الجبارة اللي قدرت تجمع قبائل متفرقة من كل حتة في البحر المتوسط وتحولهم لتسونامي دمر العالم؟ مفيش إجابة واحدة قاطعة، لكن في نظريات مرعبة أكتر من القصة نفسها. النظرية الأولى بتقول الجوع. في أدلة إن في الفترة دي حصل جفاف عنيف وتغير مناخي مفاجئ ضرب منطقة بحر إيجا والأناضول. الأراضي بقت بور والمحاصيل اتحرقت والناس بدأت تموت من الجوع، ولما الإنسان بيجوع بيتحول لوحش. النظرية دي بتقول إن شعوب البحر ما كانوش جيش، دول كانوا شعوب كاملة بتهرب من الموت جوعا وراحوا ياكلوا العالم عشان يعيشوا هم. النظرية التانية والأكثر رعبا اسمها نظرية الدومينو. تخيل إن حضارة منهم انهارت لأي سبب، فالشعب بتاعها اتحول لقراصنة ولاجئين بيهاجموا الحضارة اللي جنبهم عشان يعيشوا، فالحضارة التانية تقع هي كمان وشعبها ينضم للغزو ويهجموا على اللي بعدهم. كانت سلسلة من الانهيارات، كل حضارة بتقع بتزود قوة الموجة اللي بعدها لحد ما الموجة دي كبرت وبقت تسونامي ضخم محدش قدر يقف في وشه إلا مصر. في نظريات تانية بتقول إنهم كانوا مرتزقة بيحاربوا في جيوش الإمبراطوريات الكبرى، ولما الإمبراطوريات دي ضعفت اتقلبوا عليها زي الكلاب المسعورة. لكن الأغلب إن الحقيقة كانت كوكتيل من كل ده، جفاف ومجاعة مع انهيار اقتصادي مع حروب أهلية، خلطة شيطانية حولت شعوب كاملة لطوفان من البشر هدفهم الوحيد هو البقاء على قيد الحياة، حتى لو تمن البقاء ده هو حرق العالم كله. مهما كانت الحقيقة، يظل لغز شعوب البحر هو أكبر دليل على إن الحضارة مهما كانت قوية وعظيمة قشرة هشة جدا، ممكن أي أزمة تكسرها بسهولة. في النهاية التاريخ مش بيتحسب مين كسب ومين خسر، التاريخ بيتحسب مين اللي فضل واقف على رجليه بعد ما العاصفة خلصت. مصر فضلت واقفة، لكن العالم اللي كانت تعرفه كانت محى تماماً. الإمبراطورية الحيثية بقت مجرد اسم في كتب التاريخ. اليونان دخلت في عصور مظلمة فضلت فيها مئات السنين. الطرق التجارية اللي كانت بتنقل كنوز العالم اتقطعت للأبد. الانهيار ده كان ضخم لدرجة إنه غير طبيعة الكوكب. النحاس والقصدير اللي كانوا بيعملوا منهم البرونز، المادة الأساسية لكل أسلحتهم وأدواتهم، ما بقاش بيوصل لحد. العالم القديم كله دخل في أزمة اقتصادية خانقة أجبرت الناس إنها تدور على معدن جديد، معدن أصعب وأقوى، الحديد. من قلب الفوضى والدمار اللي عملته شعوب البحر اتولد العصر الحديدي. شعوب البحر في رحلتهم للتدمير كانوا السبب في بداية عصر جديد للبشرية كلها. حتى وهم بيتهزموا على شواطئ مصر كانوا بيغيروا شكل العالم للأبد. الإرث بتاعهم ما كانش مجرد دمار، كان تغيير كامل لقواعد اللعبة. القصة دي بتسيب ورانا سؤال واحد بس، سؤال مرعب. لو عالم كامل بكل قوته واتصالاته وتجارته قدر ينهار بالشكل ده ويتحول لغبار في أقل من 50 سنة، إيه اللي يضمن إن عالمنا إحنا النهاردة،
عالمنا المستقر اللي معتمد على شبكات معقدة من التجارة والتكنولوجيا ما يحصلش فيه نفس الكابوس. التاريخ مش مجرد حكايات بنسلي بيها نفسنا، التاريخ إنذار.